مرحلة أخرى من مسيرة العملية السياسية الديمقراطية بعد سقوط النظام البائد بدأ في العراق. المرحلة الأولى عام 2005 كانت حبلى بالآمال. كان الشعب العراقي يتفاءل بالخير لكنه لم يجده. الشعب العراقي كان ينتظر حكما مختلفا عن الحكم الشمولي الدكتاتوري. الشعب العراقي كان يتنبأ بتغيير من يصلون إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع. كان يتوهم إنجاز التعبير بأنه أي الشعب سيكون الحكم والمقرر في تغليب جهة سياسية صالحة على طرف سياسي طالح، أيضا عبر التصويت والصناديق. الفرد العراقي كان يأمل بأن تكون حقوقه وكرامته مصانة، حياته كريمة. كان يأمل أن يكون القانون والدستور هما سيد الموقف في العراق، وسيادة الوطن محمية. المواطن العراقي كان يهدف من خلال العملية السياسية الديمقراطية المشاركة الفاعلة في هذه العملية إلى تأمين متطلبات الحياة والمساواة والتعايش وإعمار ما دمرته الحروب تلو الحروب. المجتمع العراقي أراد أن يشارك في بناء الحضارات كباقي شعوب العالم، ولكن ما بين العملية السياسية بين قوسين الانتخابات في عام 2005 والعملية التي نحن على عتبتها ماذا حدث؟ سؤال قد لا تكفي 1000 ليلة وليلة شهرزاد بالرد عليها. لذا نحن لن نتحدث عن العراق برمته، بل سنحاول أن نتذكر الشيء اليسير مما حدث في نينوى فقط. وما أدراك ما حدث في نينوى، وما العمل وما المطلوب من أجل نينوى. من خلال جلسة خاصة مع المرشحة دعاء خليل إسماعيل سنلقي الضوء على مجريات الأمور في نينوى، وماهية أهداف المرشحة وقائمتها 162 للدورة البرلمانية القادمة. الأستاذة دعاء خليل إسماعيل من مواليد 1983 الموصل، لديها شهادة بكالوريوس بالاقتصاد. أعود وأكرر مرشحة رقم 28 ضمن القائمة 162 قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني. أهلا وسهلا بك أستاذة دعاء. أهلا وسهلا. لا أعرف من أين أبدأ وكيف أبدأ وكيف كما يقولون أغوص في ما يحدث وما حدث في نينوى. لذا سأترك السؤال والجواب للست دعاء. إذا تحدثت عن الموصل الآن وعن نينوى بشكل عام ماذا ستقولين يعني؟ الموصل ونينوى ستولد من رحم المأساة ومن رحم المعاناة، وستكون ولادة عسيرة، لكن هذه المرة بانطلاقة جدا يسيرة بإذن الله تعالى. وإذا وفقنا في هذه الانتخابات إن شاء الله ستكون ولادة رحيمة لنينوى الحدباء أم الربيعين. سنتحدث عن الموصل وما حدث فيها. نعم. في عام 2014 السنة الكارثية على موصل منكوبة. موصل أستطيع أن أقول نصف أهاليها مهجرين، وأكثر من 24 ضحية حروب واحتلالات وقصف، وكما يقال بأن حتى الآن هناك أكثر من 2000 جثة تحت الأنقاض. كيف سيتم معالجة هذه المأساة وكم من الوقت يراد؟ نعم، مأساة الموصل مأساة كلش كبيرة وجدا كبيرة أيضا، لكن لا نستطيع وحدنا فعل شيء. التكاتف، جهود الحكومة مع الشعب ستكون بإذن الله أفضل من سابقة. وأيضا الموصل تحتاج إلى دعم قوي ودعم دولي ودعم محلي من جميع الجهات وتضافر جميع الجهات لإعادة بنائها وبناء شعبها أيضا، وعودة أهاليها النازحين لكي يعودوا ويبنوا مدينتهم من الأول وكما كانت سابقا وأفضل بإذن الله تعالى.
قبل أن ندخل إلى البرنامج أستاذ دعاء، ذكرت بأن أهالي أيمن الموصل نعم. بدأوا ينفضون عن المدينة الغبار، نعم. وبدأوا يبنون من تلقاء أنفسهم. صح. هل الحكومة والأطراف أو الجهات المعنية تدخلت، وفرت لهم الإمكانيات، وفرت لهم الدعم، وفرت لهم المستلزمات الضرورية لإعادة بناء ما دمره داعش، وكمله، أنا دائما أقول كمله الحلفاء والضربات الجوية؟ صح. الداعش والحلفاء يعني تعاونوا في دمار الموصل، تحرير كان وتدمير في نفس الوقت، راح ضحيتها جميع الأهالي. فأيمن الموصل عبارة عن مأساة وكارثة كبرى منكوب، أكثر من نصف أهاليها تحت الأنقاض، ما زالوا يطالبون ويغاثون ويستغيثون إلى حد الآن إلى من يخرجهم من ظلمات الذين هم فيها. أهالي أيمن الموصل يناشدون الحكومة والجهات المعنية بإعادة إعمار وبناء مدينتهم، لكن لم يلقوا أذنا صاغية. رغم ذلك عادوا إلى مدينتهم بعد عودة الهدوء إلى المدينة وتحقيق جزء نسبي من الأمان، عادوا ونفضوا غبار عن بيوتهم ورفعوا الأنقاض وعادوا بإعمار شيء بسيط ويسير، وذلك للخلاص من الإيجارات، رغم أنه يعني إيجارات جدا غالية في الجانب الأيسر من الموصل، والكل يعاني من ضائقة مالية ولا يقدرون على تسديد دينهم وإيجاراتهم، لأنهم عانوا مأساة من الجوع وبدأوا يتدينون ويستغيثون لكن لا مجيب. فماذا يفعل هؤلاء الأهالي؟ يعني قبل 2014 نحن زرنا الموصل كذا مرة. نعم. حتى من خلال برنامج خاص تلفزيوني خاص التقيت وقتها بالسيد أثيل النجيفي. نعم. كان محافظ بالموصل، وهو اعترف لي شخصيا، يعني هاي قبل 2014. نعم. الموصل وراء 2013 صارت يعني إذا جاز التعبير يعني مباحة لكل المجاميع المسلحة. صح. كانت هناك مجاميع ومنظمات طائفية، منظمات متطرفة، وجهات تهدف فقط إلى الخراب. صح. يعني داعش كانت نتيجة بلورة هذه المنظمات وهذه المجاميع داخل الموصل. فالسؤال اللي أريد أطرحه، يعني هناك أكثر من جهة نستطيع أن نقول متهمة بسقوط الموصل وما حدث في الموصل. صح. أنت كمرشحة، ونتمنى لك التوفيق بالوصول إلى قبة البرلمان عبر برلمان العراق مجلس النواب، ماذا سيكون هدفكم لكشف أو كشف الستار عن المتواطئين والمتورطين في سقوط الموصل وما وصل إليه الأهالي والمدينة كما نراها اليوم؟ يعني في حال وصولنا إلى مجلس النواب، الصوت الذي نستطيع أن نوصله إلى الحكومة والجهات المعنية هو صوت الحق لأهالي الموصل، وما عانوه وما سيعانوه ومن سينقذهم. أهل الموصل عانوا ما عانوا من جوع وتهجير وقتل وتعذيب نتيجة التطرف الفكري، ونتيجة نتيجة أمور يعني حدثت عدة داخل الموصل، من سقوط الشرطة وسقوط الجيش، عدم التعامل، لن نقول أنه الأكثرية من الجيش، لكن فئة ضالة منهم قامت بتشكيل عداوات مع أبناء الموصل أو عدم التعامل معهم بطريقة صحيحة داخل سيطرات الموصل الداخلية من ضمن حي وحي، وقطع الطرق، قطع جميع الطرق وسداد جميع الطرق المؤدية إلى البيوت في ساعات الظهيرة في حال عودة الموظفين. كل ذلك تحمله أبناء الموصل نتيجة التفجيرات، نتيجة الألغام، نتيجة القتل، نتيجة التهديد. كل ذلك أدى إلى ظهور هذه الجماعات الإرهابية والتطرف
مما أدى إلى سقوط الموصل من جهات لا نعرف. هل نحمل المسؤولية للحكومة التي كانت موجودة آنذاك، أم نحمل مسؤولية ذلك إلى السكوت الذي حدث أثناء تواجد بعض الفئات التي قامت بظلم أهل الموصل؟ فذلك يعني تقريبا سنوصل الصوت أو المشاكل التي سنستطيع حلها لأبناء مدينتنا، أبناء مدينة الموصل، بقدر الإمكان والطاقة التي سوف نستعين بها إن شاء الله. سأحاول دمج الوضع الذي نتحدث عنه في الموصل مع العمل المستقبلي كمرشحة للبرلمان العراقي. السؤال هو يعني القائمة 162 ماذا لديها للموصل؟ ماذا ستفعل من أجل نينوى بشكل عام في المستقبل؟ ولماذا ترشحت ضمن هذه القائمة بالذات؟ يعني قائمة 162 قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني قائمة فعلت من أجل الشعب كثيرا وقدمت كثيرا للعراق جميعا، ليس فقط مناطق معينة. قدمت لأهالي نينوى الكثير، لكن لا يسلط الإعلام عليها. لكن الآن نريد أن نبرز ونثبت لأبناء مدينتنا الموصل أننا حزب قادر على تحقيق ما لم يحققه غيرنا أو لم يحققه من قبلنا. فإن شاء الله سنوصل صوت الحق وصوت المعاناة وصوت شبابنا الذين بحاجة إلى توفير سبل العيش الكريمة لهم، وهذا من حقهم، وإن شاء الله سنكون عونا لهم. تحدثت عن يعني نبذ الفكر الطائفي. نعم. إنها نقطة يعني يجب العمل عليها نعم. بجدية. نعم. وباستمرار. نعم. ما هو يعني كما يقولون جدول العمل نعم. للدعاء أو للقائمة 162، أو ما هي الآلية التي ستعملون على إزالة هذا الفكر من بين المجتمع الموصلي أو حتى المجتمع العراقي بشكل عام؟ نعم. نبذ الفكر الطائفي هو مجال دخوله صعب، وتغييره وغسل الدماغ للمتطرف صعب جدا، لكن يحتاج إلى أساليب معينة من جهات مثقفة تعمل على الدخول إلى المدارس أولا، وإلقاء محاضرات لتوعية الأطفال، تغيير المناهج تغيير المناهج للأفضل والأسهل، والعمل على نبذ الطائفية وحب الآخر، نبذ الأنا وحب الآخر، حب التعايش السلمي بين المسيحي والكردي واليزيدي، لأن الموصل عبارة عن باقة ورود منوعة تحوي كل الطوائف من كل طوائف العراق. فابن الموصل بالذات يحتاج إلى توعية فكرية ونبذ الطائفية لعودة هذه الباقة من الورود إلى الموصل مرة ثانية. يعني حضرتك ما تشوفين أنه أحد أسباب بروز الفكر الطائفي في الموصل أو في الكثير من مناطق العراق هو البطالة وعدم توفير فرص العمل وعدم فسح المجال أمام الشباب لإبراز طاقاتهم؟ يعني فرص العمل والبطالة هما نعم قلة فرص العمل للشباب وكثرة البطالة هي ما أدت إلى أن بعض العصابات الإرهابية تغري الفتية والمراهقين ب25,000 روح أقتل فلان، روح هدد فلان. الحاجة لو كان الفقر رجلا لقتلته. فأكيد الحاجة هي دعت إلى هذا الفكر الطائفي. حاليا الموصل يعني نرجع ونقول ونكرر بأن الموصل وصلت إلى وضع مأساوي وكارثي. نعم. ومدمر. يعني بعد هذه المرحلة يعني ستكون هناك آلاف من فرص العمل، يعني البناء والإعمار وإلى آخره. هل سيكون هذا عاملا كما يقولون دفع الشباب نحو نعم. الأحسن والابتعاد عن التطرف؟ شيء أكيد. إعادة الإعمار حاليا لو أتت
شركات ومقاولين ودعم من الحكومة وتضافر جميع الجهود الموجودة من داخل الحكومات والدوائر الرسمية التي تعمل في الموصل، والمنظمات أيضا تعمل على فقط توفير فرص لابن المدينة، لأنهم ما شاء الله خريجون كثيرون. وأيضا يعني لو وفرت لهم كل واحد منهم فرصة عمل بأقل مقدار من الراتب سوف يعمل وبكل إخلاص وبكل جهده من أجل توفير لقمة العيش لأهله. لن يكون لديه مجال نعم، لا يكون لديه مجال أنه ينخرط في المنظمات الإرهابية أيضاً يعني ولا أيضا ينبذل يعني الفكر الطائفي والتطرف وأي شيء يؤدي إلى انخراطه بالإرهاب في حالة توفر لقمة العيش له ولأهله. سيد دعاء، أكو سؤال أريد أطرحه يعني كمرشحة يعني. نعم. العنصر النسوي موجودين يعني بكل القوائم. أكيد. بس عندما نشوف انه بالنتائج، نتائج الانتخابات، نعم، نشوف انه المرأة حازت على اقل نسبة من الاصوات، ولهذا تشوفينها تطلع بالكوتا وتوصل للبرلمان. يعني المرأة نصف المجتمع. اكيد. إذا ما واذا هسه يعني نشوف العراق، وضع العراق يمكن تكون نسبة المرأة حتى أكثر أعلى من الرجال. نعم. أنت مرشحة. نعم. وعندك مثلا بالموصل ومنينوى كلها، يعني إذا كان نسبة عدد نفوس الموصل كما عندي معلومات يعني أكثر من 3 ملايين. يعني يمكن 1.5 مليون هم من يعني العنصر النسوي أو النساء. أكيد. ليش النسوان ما تجيب أصوات بالانتخابات؟ ما سألت النفسكم يعني؟ والله نسأل نفسنا هذا الشيء. بالعكس يعني أنا يعني من خلال قناتكم أنا أشهد أنه ادعموا المرأة، ادعموا المرأة. يعني المرأة تحتاج إلى دعم، إلى تصويت من كل الجنسين، من النساء والرجال. يعني هسه المرأة إذا ما تصوت للمرأة يعني الرجل ايش راح يسوي؟ يعني المفروض المرأة يعني ما توصل للبرلمان بالكوتا، المفروض يعني هي تاخذ حال الرجل وتاخذ اصوات اكثر من الرجل هم. نعم. يعني هاي معضله، هذا معضله كلش كبيره فعلا وظلم يعني مجحف بحق المراه. يعني احنا نحتاج بالعكس مساواتها مع الرجل بشغله البرلمان، لان الكوتا راح تظلم المراه. حتى لو المساواة بس بالبرلمان لو بالمجتمع، مساواته بالمجتمع تقريبا راح تحقق المساواة. تقريبا المرأة يعني من خلال عملي أثبتت المرأة كفاءتها من جميع الجهات، سواء بالوظيفة أو حتى في البيت. يعني المرأة عملت في هذه الأثناء. سيد دعاء، قبل يعني إذا نرجع للقرن الماضي يمكن. نعم. حضرتك بلكي تتذكرين أيام مثلا بالتسعينات أو بالثمانينات من القرن الماضي، يعني المرأة الموصلية مثل باقي نساء العراق يعني. نعم. كانت مرأة يعني منطلقة وعندها حرية وتشتغل بكل الدوائر وكل مفاصل الحكومة. لكن بعد هذا التغيير وخصوصا بعد سيطرة المجاميع المتطرفة كما ذكرنا، نعم، يعني المرأة الموصلية تراجعت كثيرا. حاليا وأنت تزورين الموصل وتشوفين. نعم. المجتمع، المرأة الموصلية راح تعيد عافيتها. نعم. راح تستعيد عافيتها وراح تنطلق بقوة، لأن أنا يعني تفائلت خيرا عندما. شنو هي المستلزمات والأساليب التي لازم تتوفر؟ افسحوا لها المجال، افسحوا لها المجال، يعني افسح لها المجال، اتركها تشتغل. منو يفسح المجال؟ العائلة. الرجل يعني العائلة. الرجل بصورة عامة، إذا كان أبوها، زوجها، أخوها، اتركها المجال، أعطيها الثقة. المرأة تحتاج إلى المجال والثقة. لو كنت واثق بها وتدعمها راح توصلك إلى أشياء يمكن ما يوصلها الرجل. يعني عندها طاقة كلش قوية. حاليا المرأة الموصلية تشارك بالبناء كما ذكرت قبل هسه. تشارك بالبناء لا إذا مو مادي فمعنوي. تشارك ببناء الموصل من ناحية هي مكانها كمرأة تعطي، يعني مو مثلا تشيل طابوق وتطلع تنقل وتبني، لا، راح تعيد بناء الشخص نفسه، لأن المرأة هي تعيد بناء المجتمع. يعني هي تبني إنسان
إذا الرجل يبني بناء وطابوق وبنايات عالية وعمارات، فالمرأة عاد تبني إنسان، يعني ده تزرع بذرة بالإنسان. فعلى المرأة أن يعني تنتبه لأطفالها بهذا الوضع بالذات، تبني بيهم فكر. بعد الحرب العالمية الثانية نعم. وسقوط برلين، يقال بأن لأنه الرجال كلهم انقتلوا بالحروب، صح. المرأة بنت برلين، صح. يعني بنتها بالطابوق والإسمنت والمواد لو أعطوها الإنشائية. المجال يمكن تبني. فهل المرأة الموصلية ستشارك في هذا البناء؟ تشارك. أنا رأيت بالتلفزيون يعني عدة نساء تساعد الرجال في صبغ البيت، في تنظيف البيت، في رفع الأنقاض من البيت، لأن ما عندهم معيل غير هي ورجلها وأهلها، يعني أطفالها، فهي تشيل، هي ترفع تنقض. تستطيع المرأة كل شيء. المرأة العراقية بطبيعتها مكافحة وغيورة حالها حال الرجل. زين. إذا يعني الموصل كانت من المدن العراقية يعني المعروفة حتى بالسياحة، لكن المناطق السياحية بالموصل همين اتدمرت، يعني كانت تسمى بأم الربيعين. صح. هل ما زالت أم الربيعين؟ إن شاء الله ما زالت وستزال دائما الموصل هي أم الربيعين وبس، لكن نحتاج إلى دعم واهتمام من قبل وزارة السياحة لإعادة تشجيرها وتنظيفها. شنو واجبكم تجاه هذا القطاع بالأخص كبرلمانيين إذا اجتكم الفرصة ووصلتوا إلى قبة البرلمان؟ السياحة بالعراق عموما وموصل خصوصا لو دعمت بصورة صحيحة لأتت يعني بدخل أكثر من النفط. هي الآثار بالموصل كانت العامل الرئيسي في تطوير السياحة بالموصل، يعني صحيح. الآثار هي الركيزة الرئيسية بالموصل للسياحة. الآثار حاليا مدمرة، تحتاج عناية من وزارة الآثار ووزارة السياحة أيضا للتعاون إلى إعادة ما والآثار المسروقة. هذا يعني سيكون العبء والثقل على وزارتي السياحة يعني على الحكومة العراقية. على الحكومة العراقية بصورة عامة يعني يقدرون لازم يعني نكون بهاي الحالة متابعين الموضوع لإعادة ما سرقه الإرهابيين من آثار وتهريبها إلى خارج العراق، إعادة ما نملكه. ممتلكاتنا كلها غالية علينا، فلازم نرجعها لتعود السياحة إلى الموصل وآثارها القديمة. وأنا أراهن أنه لو حدث تنقيب مرة ثانية ستكون هناك آثار أكثر وأكثر ستوجد أيضا. هذه ممتلكات العراق، يعني هذه حضارة العراق بصورة بس هاي عامة. الصورة قد لازم ترجع، وإلا اللي هي جوا الأرض هي موجودة. يعني موجودة. لو حدث تنقيب يمكن راح تحدث مدينة جديدة أيضا. هذه الحضارة يعني نينوى مو مثل أي مدينة. نعم. يعني حتى روما ما تتقارن بالموصل. صح. وبنينوى طلقت منها الأبجدية وأشربانيبال صاحب أكبر مكتبة. عدا هاي الحضارة يعني التاريخية، بس الموصل كما ذكرت قبل قليل أنه هي باقة ورد. نعم. من يعني فسيفساء. نعم. بها عرب، كرد، تركمان، آشوريين، مسيحيين، يزيديين، كاكايين، شبك. حاليا داخل نينوى هل صار يعني تنافر بين هذه المجتمعات لو بعد يعني كشعوب داخل كناس يعني كمجتمع؟ لا بالعكس، ما حد يكره أحد ولا حد له حقد على أحد. يعني هذا اللي جاء به الفكر التطرف وفرق تسد. هم فرقوا حتى يسودون بالمدينة ويدخلون إلى يعني مجال التفرقة والعنصرية. لكن بيننا إحنا كشعب يعني أنا ما زال لحد الآن أصدقاء وزملاء وجيران متواصلة معاهم من يزيديين وشبك وتركمان ومسيحيين، وأواصرنا كلش قوية. ومو بس أنا، كثيرين ناس من أهل الموصل ما زالت جيرة في شراييننا تجري. يعني نحتاج أنه ترجع هاي الباقة مرة ثانية تشكل لكي نعيد إعمار الموصل وتعود تزهو كما كانت. يعني المسيحيين من أهالي الموصل القدماء يعني. نعم. ويقال بأن المسيحيين نسبتهم قلت كثيرا بالموصل. نعم، للأسف. ما هو الحل حتى يرجع المسيحيون، حتى يرجع التركمان، اليزيديين عودة الأمان وحفظ لكل واحد حقه. يعني هو سواء كان المسيحي أو اليزيدي أو المسلم أو كل مهدد داخل الموصل، لا يعرف متى يأتي التهديد إليه
أو متى يكون مستهدف. الكل مستهدف، لكن لو لزمت زمام الأمور من وتأدية واجبات بصورة صحيحة من ناحية القوات الأمنية، إن شاء الله ستعود الموصل أفضل من قبل. لو وفر الأمان كما وفر باقي المدن في العراق، أكيد ستعود هذه الباقة مرة ثانية. هسه الموصل يعني أعلنت أنها محافظة منكوبة، يعني نعم. نينوى محافظة منكوبة، والمحافظات أو المدن المنكوبة يجب أن تكون لديها ميزانية خاصة من قبل الدولة. صح. حسب معلوماتي بأن الحكومة العراقية لم تخصص هذه الميزانية. نعم. فأنتم في المرحلة القادمة ماذا ستفعلون حيال ذلك؟ سنعمل وسنبذل بكل جهدنا لتخصيص هذه الميزانية، لأن مدينة حضارية إحدى يعني أهم مدن العراق تكون منكوبة، العراق هو من سيخسر، هو من سيخسر، لأن المدينة تعود إلى العراق بأضعاف مضاعفة من هذه الميزانية لو عادت إليها السياحة والصناعة والزراعة والإنتاجية، وتعود دوائر الدولة الخدمية ستعود إلى العراق بأضعاف مضاعفة لهذه الميزانية. نعم. نتمنى من الحكومة يعني أن تخصص ميزانية للموصل وتعيد إعمارها وإعمار أبنائها، لأنهم هم المنكوبين. بناء الإنسان الموصلي منكوب، يعني كل عائلة منهم راح ضحية، طلع نفر واحد أو شخص واحد هو اللي عايش، أكو 12 نفر و13 نفر مات من بيت واحد، أو أكو بيوت ما طلع منها نهائيا ولا واحد، مجرد البيت وقع عليهم وخلاص ما طلع أي واحد. فهي تعيد من يعني الإنسان الموصلي حاليا يحتاج إلى دعم للنهوض مرة ثانية. الدعاء. نعم. جامعة الموصل يعني أتذكر أنه حتى بالثمانينات القرن الماضي. نعم. أنا كنت زرتها قبل، يعني كانت من الجامعات الراقية على مستوى العالم، وخصوصا على مستوى الدول العربية. يعني كان بها طلاب يجون من الأردن، من مصر، من اليمن، من السودان، من يعني من الجامعات الأردن كانوا معنا بالكلية وقتها. يعني الجامعة وضعها حاليا شنو هو؟ والجامعة هو الأساس لبناء الإنسان. فهل جامعة الموصل يعني مثل ما يقولون تعجز عن بناء الإنسان، عجزت عن بناء الإنسان الموصلي بما تسبب أنه التطرف انتشر بين المجتمع؟ جامعة الموصل من خلال زيارتي لجامعة الموصل في هذه الأوقات حاليا، يعني نعم بالعكس أرى نشاطات كلش قوية داخل الموصل، جدا قوية، من ناحية نبذ التطرف، من ناحية الدراسة، من ناحية المتابعة والاهتمام مرة ثانية بالحصول على أعلى الشهادات من خلال تقديم للماجستير أو الدكتوراه، أو النشاطات اللي تقوم بها داخل الجامعة، الندوات الحوارية التي تقام داخل الجامعة، المعارض الجميلة التي لها صدى رائع داخل الموصل. المرشحين بكل الانتخابات نعم. يتحدثون عن الواقع المر اللي يعيش به الشعب. نعم. وعن المشاكل وعن النواقص، ويوعدون الشعب والمصوتين بأنهم راح يسوون كذا ويحاولون يسوون كذا وكذا. يعني النقطة المهمة أنه المرشح عندما يطلع ويفوز بالانتخابات بعدين الشعب ماذا تشوفه؟ صحيح. ماذا يشوفونه؟ يعني يختفي. نعم. فهل دعاء راح تختفي لو راح تسوي لها مكتب بالموصل وراح تفتر بين الناس وتبقى على ما هي عليه الآن؟ أتمنى ذلك. يعني أنا في حوار وجلسة مع الصديقات أو أصدقاء داخل العمل، عندما يطرقون هذا الموضوع، سوف تختفين وتبدلين رقمك وتنسيننا، صراحة يعني راح تخلوني أنسحب، لأن أهم شيء عندي أنه أوفي بكلمتي، وكما عاهدوني خدومة ومخلصة لمجتمعي ولمدينة الموصل، إن شاء الله سأكون وسأقدم لهم أضعاف مضاعفة من خدمات، لأن بتشجيعهم وصلت إلى هذه المرحلة، فكيف أنساهم؟ ويعني أنت الآن تطلبين من أهالي الموصل بشكل عام أنه يصوتون لصالح دعاء خليل إسماعيل إن شاء الله، إذا رأوني جديرة
في وصول إلى ماذا ستقدمين لهم يعني؟ اهتمامي سيكون وسينصب على دعم المرأة، سواء الشابة أو المتزوجة أو ربات البيوت. لو ربات البيوت بدأت لهم حلقات ودراسات توعية في كيفية إدارة الأسرة، في كيفية إدارة المال، سترى أنه ليس فقط الموصل وإنما العراق برمته سوف يعني ينتقل إلى مرحلة انتقالية أفضل مما هو عليه الآن، لأن المرأة هي أساس المجتمع. ثانيا دعم الشباب. لو الشباب يعني وجدوا الدعم القوي من خلال الحكومة لا حاجة لهم بالانخراط إلى هذه المنظمات الإرهابية أو الفكر المتطرف، فسيكون دعمنا إن شاء الله للمرأة وللشباب أيضا، توفير فرص عمل لهم، القروض البسيطة والصغيرة من أجل الزواج، وهذه الكل يعاني منها شباب حاليا لأن المهور عالية والأسعار غالية، كان الله بعونهم. فإن شاء الله سنتعاون نحن وهم، لأن مثل ما يقولون المثل المصلاوي يد واحدة لا تصفق، فإن شاء الله بهم سأكون ومعي سيكونون إن شاء الله. المرشحة دعاء خليل إسماعيل، نتمنى لك الموفقية والنجاح، ونتمنى من أهالي الموصل الكرام أنه يشوفوك بمستوى الحدث ويختاروك كممثلة في مجلس نواب العراق. شكرا جزيلا لكم. وإن شاء الله نلتقي في الأيام الجاية أكيد. وأنت نقول لك السيدة النائبة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقة اليوم، إلى أن نلتقي، إلى اللقاء. شكرا جزيلا.